اهلا اهلا. وصفتنا النهارده مش عاديه خالص يا بنات. مفيش في مره كده مشيتي في الشارع ولقيتي عربيه بيعملوا مكرونه بالصلصه؟ بتشم ريحتها رهيبه رهيبه. انا جبتلك التكات والحركات والطعم والسر في المكرونه وطعمتها. تعالوا يلا بقى بينا على المطبخ نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، معايا كيلو الا ربع طماطم. تمام، غسلها كويس ومخليها زي الفل. كانت الطماطم بتاعتي كانت طيبه شويه يا بنات. مسكتها كده نضفتها وقطعتها وخليتها فل قشطه بيضه منوره بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. بصي انا كلنا طبعا شاطرين في البيت اكيد طبعا، بس كل واحده مختلفه وليها تكات مختلفه في الاكل بتاعتها. انا دوري ان انا اجيب لكم الحاجات اللي هي تبرز لك اكلك وتخلي ريحته خطير. المكرونة دي ان شاء الله بإذن الرحمن لما تعمليها هتدمنوها حرفيا، مش هتبطلي تعمليها. تعالوا بقى كده، احنا نضفنا الطماطم بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. زي ما انتوا شايفين كده الطماطم طيب، انا عايزه طماطم يا ولاد حمرا ورد. حمرا حمرا ورد. يلا بقى يا ست الكل، لو انت واقفه عند المقطع ده يا ريت تدخلي كده تحطي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو. ولو انت ما اشتركتيش في قناه مسك يا ريت تحطي لي كده اشتراك وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل لك فيديوهات باذن الرحمن تجيلك. كده خلصنا يا بنات، هنقشره بصلايه كده متوسطه. تمام تمام. ومعاها بالظبط يا بنات 4 فصوص توم مع البصلايه المتوسطه ديت. انا سبت التوم بس يبوش في الميه شويه كده عشان يبقى سهل وانا بقشره. خلاص كده يا بنات، يلا بقى نلموا الحاجه ديت نلموها في الباسكت. وتعالوا بقى نشوفوا هنعملوا ايه مع بعض تاني. طبعا انا مسكت البصلايه بتاعتي قطعتها حتت صغيره خالص، والثوم قطعته حتت صغيره صغيره خالص. وحطيت عليه قرن شطه سبايسي. لو ما عندكيش سبايسي او ما بتحبوش الحراق قطعي قرن فلفل اخضر معاه. تمام كده تمام. حط بقى شويه زيت محترمين كده عليهم قطعه سمنه بلدي، لو عندك ما عندكيش مفيش مشكله. تمام تمام. تعالوا بقى نخلوا الزيت يسخن كده شويه، وبعد كده ننزله بالبصلايه على التوم على الفلفل السبايسي. لو ما عندكيش فلفل سبايسي حطي فلفل اخضر عادي. شوحي كده بتشويحه كده. تمام. وخلي بقى البصلايه تصفر حاجات بسيطه خالص. وتبداي تنزلي بالطماطم بتاعتك اللي انت ضرباها في الخلاط ومصفياه. ضرباها في الخلاط وعامله فيها مصفياه. هنحط بقى معلقتين صلصه طماطم كبار كده عشان الطماطم تبقى حمرا كده وورد يا بنات معايا. تمام كده. بس يا ريت تكون صلصه محترمه، واحط مكعب ماجي ودل على حسب رغبتكم. لو انتم مش عايزين شيلوه يا بنات. بس بالله بيعلي التست يا بنات بتاع المكرونه، بيخليها تروح في حته تانية خالص. انا حطيت مكعبين وحطيت شويه لوري 4 ورقات لوري. تمام كده. وهبدا انزل بالملح بتاعي. ودي معلقه سكر يا بنات. شويه بقى بهارات 7. شويه فلفل اسمر. ودي يا بنات ربع معلقه قرفه. ومعلقه كبيره كده محترمه بابريكا مدخنه. يلا بقى ننزلوا بشويه الملح. ما تنسوش يا جماعه نص معلقه السكر، نص معلقه السكر، معلقه كبيره كده نصها. خلاص بقى كده انا خليت الطماطم بتاعتي تتسبك. غليت بقى حله ميه محترمه كده عليها ندعه زيت وشويه ملح. وهبدا اكسر معاكم المكرونه. انت بتعملي مكرونه ايه النهارده يا مسك؟ انا هعملها اسباجيتي. ممكن تعمليها في اي نوع مكرونه انت تحبي. بس يا بنات المكرونه الاسباجيتي دي بتبقى تحفه 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 خطيره. واكله اقتصاديه كمان، كلنا عندنا طماطم وكلنا عندنا كيس مكرونه في البيت. خلاص كده انا ببدا بقى اكسر ال يعني المكرونه بكسرها تلات كسرات. كسره وكسره وكسره زي ما انتم شايفين كده. لو عايزه تحبيها تكون اطول ممكن تقسميها نصين.
بس يعني الثلاث كسرات بتكون وسط، يعني ما تكونش طويله قوي يا بنات. اهو بقى كده. بصوا يا بنات، ده كيس الا ربع، يعني ده كان كيلو مكرونه كامل على بعضه. انا خدت منه سبت منه ربع المكرونه، يعني خدت منه كيس الا ربع. خلاص كده يا بنات. كل بقى ما احط شويه مكرونه اقلبها، كل ما احط شويه مكرونه اقلبها. ليه؟ عشان ما تلزقش في بعضها وايه وتبقى كلها كتله واحده. تمام كده تمام. تعالوا بقى نشوف المكرونه بعد ما بعد ما استوت. ما شاء الله 10 دقايق وكانت زي الفل. يلا بقى نبدأ نصفوها كده ونفتحوا عليها المية البارده. خلاص كده صفيناها يا بنات وفتحنا عليها المية الباردة عشان هي سخنة قوي. تمام كده. يلا يا ست كده، صلي على النبي وصلي على رسولنا الكريم كده، وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وحطي لايك لاختك من ايديك الحلوة ديت. تعالوا بقى، خلاص الطماطم بتاعتي اتسبكت وبقت زي الفل. حطينا بقى الطماطم كده يا بنات، قمر كده. قلبي بقى كده. ما شاء الله تبارك الرحمن، هي بتتكلم عن نفسها يا بنات والله العظيم. وما تخليش الطماطم تتسبك قوي قوي، يعني خليها تكون في الوسط كده. ما تبدا تطلع الزيت بتاعها كده، تبقى خلاص كده تمام. تعال نقلبوها بقى تاني كده. ايوه، من تحت لفوق كده يا بنات. خلي كل مكرونيه فيها صلصه. خلاص كده انا هسيبها بس تتبخر كده، وتعالوا نشوفوا بقى هنقدموها مع بعض ازاي. بصوا يا بنات الجمال، طعمة جربيها على طريقتي ان شاء الله هتعجبك. مع التركات اللي انا قلت لك عليها هتعملي احلى مكرونه في حياتك كلها. طعمة مش هتبطلي اكل فيها، هتدخلي بقى بعديها. خلاص كده انا قطعتها. انا بقى يا جماعه سلقت معاها بيض وحمرت معاها بطاطس، ولو كان عندي طماطم كمان اعملها سلطه، طبق سلطه كنت عملت، بس للاسف ما كانش عندي والله. فاستكفيت بالبيض والبطاطس وزي الفل كده، والنعمه وفضل من عند ربنا. يلا بقى جربوا الوصفه بتاعتي ان شاء الله هتعجبكم. واللي يعجبه الوصفه دي يا ريت يحط لي لايك واكتبي لي كومنت حلو. ولو انت مشتركتش في قناتي، يعني فضلا وليس امرا، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. انا حطيت كده نص معلقه صلصه من فوق كده، من نفس الصلصه بتاعه الطماطم. قمر كده يا بنات. بصوا جمالها وحلويتها. ما تتخيلوش، ولادي كانوا مستنيين كده على نار، نفسهم ياكلوا بسرعه، وكل شويه ماما خلصتي اكل، ماما خلصتي اكل، بالف هنا وشفا على بدن. تعالوا بقى نجيبوها من قريب كده يا بنات، شوفوا جمالها. اكله اقتصاديه وبسيطه وما كلفتنيش كتير، وكانت طعمه في نفس الوقت، وكانت طعمها عسل عسل عسل. يلا بقى هسيبكم تجربوها، ويا ريت تيجي تكتبي لي في الكومنتات ان كان عجبتك ولا لا، وان شاء الله هتعجبك. انا عندي ثقه في الله ان هي هتعجبك باذن الرحمن. يلا بقى اسيبكم في رعايه الله، واسيبكم مع العظمه دي. يلا في فيديوهات جديده باذن الرحمن. سلام.